السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مستمعي راديو انطلاقة. كل عام وأنتم بخير. معاكم دكتورة غادة عليوة، وحلقة جديدة من برنامجكم صحتك في رمضان، اللي بنتكلم فيه عن إزاي نصوم رمضان بأمان، وأهم النصايح الطبية لأصحاب الأمراض المزمنة اللي الصيام بيكون خطر عليهم أو ما بيعرفوش يصوموا بأمان. كتير مننا في رمضان بيخرج بعد الصيام وبعد رمضان بكام كيلو زيادة، وفي مننا اللي بيخرج مقاسه متغير من كتر زيادة الوزن. النهاردة هنتكلم عن ازاي ما نتخنش في رمضان، ومش بس كده، لأ، ده ازاي نخس في رمضان، ازاي نستغل الصيام في اننا نخس وننقص كام كيلو. بقالنا 10 أيام بناكل حلويات وعزومات وأكل يمين وشمال. كفاية بقى كده، ونبدأ نظبط وزننا علشان كمان بعد رمضان ودخلة العيد ما نتفاجئش بتغيير مقاسنا. اتفقنا في حلقات فاتت، في حلقات مرضى السكر بالكبد، إن خلال الصيام الجسم بيخرج الجلوكوز من الكبد في الجلايكوجين اللي كان متخزن جواه، وكمان بياخد الجلوكوز من طبقات الدهون بانه بيكسر فيها عشان يخرج لنا الطاقة اللي الجسم محتاجها في خلال فترة الصيام. فاحنا لو استغلينا فترة الصيام صح هنحرق دهون كويس جدا، وهنزود حرق الدهون بلعب الرياضة. طيب هنلعب رياضة امتى خلال الصيام؟ وايه احسن ميعاد نقدر نلعب فيه رياضة ويحرق لنا اكبر قدر من الدهون ويقلل وزننا؟ ده اللي هنقوله بالتفصيل بعد الفاصل. ما تنسوش انكم تقدروا تتواصلوا معايا وتبعتولي اسئلتكم واستفساراتكم في التعليقات على صفحة راديو انطلاقة. مش هتأخر عليكم. اهلا بكم من جديد مستمعي راديو انطلاقة، ورجعت لكم تاني بسرعة وما تأخرتش عليكم. قلنا قبل الفاصل إننا هنتكلم النهاردة عن إزاي ما نزيدش في الوزن في رمضان، وإزاي كمان نخسر الوزن في رمضان ونستغل الصيام لصالحنا. وقلنا كمان إن إحنا هنتكلم عن الرياضة وإيه أفضل ميعاد نلعب فيه رياضة خلال الصيام علشان نقلل الوزن. أفضل وقت للعب الرياضة في رمضان هو قبل الفطار بساعة أو ساعة ونص بالكتير، عشان الوقت ده اللي بيكون فيه الجسم بدأ يستهلك الطاقة من الدهون المتراكمة جواه، زي ما اتفقنا وزي ما قلنا قبل كده انه بيحصل في حالة الصيام. فلما نلعب الرياضة قبل الفطار بساعة بيحرق أكبر قدر من الدهون، ودكاترة التغذية والرياضة بيسموا دي بالساعة الذهبية. وكمان لأن بعد الساعة دي هيكون قرب الفطار، فنقدر نعوض اللي فقدناه من سوائل وأملاح مهمة للجسم عن طريق الفطار. لكن أصحاب الأمراض المزمنة زي السكر أو مريض الكبد أو الناس اللي بتتعرض للإجهاد بسهولة بلاش نلعب قبل الفطار بساعة. لو عاوزين ضروري ممكن نخلي اللعب قبل الفطار على طول علشان نقدر نعوض على طول بالفطار. لكن لو مش هنقدر نلعب قبل الفطار على طول، للناس اللي بتتعب على طول، فيفضل ان احنا نلعب بعد الفطار ب3 إلى 4 ساعات بعد ما يكون خلاص الاكل اتهضم كويس. كمان الناس اللي بتلعب رياضة علشان تكون عضلات يفضل اللعب بتاعهم ما يكونش قبل الفطار، اللعب بتاعهم يكون بعد الفطار ب3 أو 4 ساعات. طيب تمام،
هنلعب رياضة قبل الفطار بساعة، وهنحرق أكبر قدر من الدهون بإذن الله. نبدأ بقى نفطر وناكل كل الأكل اللي بناكله ده في الفطار، ويدخل لنا بقى كمية الكربوهيدرات والنشويات وكل الكلام ده بعد ما لعبنا رياضة وخسرنا دهون؟ أكيد لأ. لازم نظبط أكلنا بقدر الإمكان. هنعمل إيه بقى بالظبط؟ أول حاجة لازم نهتم بالسوائل كويس جدا علشان نعوض اللي فقدناه من سوائل، وكمان من الأملاح المعدنية المهمة لجسمنا كله، للعضلات وللقلب ولكل الدورة الدموية. فهنبدأ نفطر ب3 تمرات وهنشرب مية. وقلنا قبل كده في الحلقة بتاعت فوائد التمر إن التمر بيمدنا بكمية طاقة كويسة جدا، والتمر بيحتوي على أملاح ومعادن وفيتامينات كتيرة جدا، منها المغنيسيوم والبوتاسيوم والحديد. فبداية الإفطار الأمثل لينا هو 3 تمرات مع شرب المية. بعدها هنبدأ بالشوربة. الشوربة هتدينا كمية سوائل كويسة، كمان كمية معادن وأملاح اللي الجسم محتاجها عشان يعوض اللي فقده. وكمان لما نشرب شوربة في الأول هيساعدنا على عملية الشبع. كمان لازم نقلل النشويات بقدر الإمكان لأقل كمية، يعني نستخدم ربع الكمية من النشويات اللي كنا متعودين ناكلها، سواء بقى مكرونة أو رز أو خبز أو أي حاجة من النشويات. ونحاول بقدر الإمكان إن احنا نبدل النشويات بتاعتنا بالنشويات المعقدة اللي بتكلم عليها في معظم الحلقات. يعني بدل ما ناكل مكرونة عادية ناكل مكرونة بني، أو الرز البني، أو ناكل الخبز الأسمر، أو الخبز بالحبوب الكاملة. بلاش الخبز الأبيض واستخدام الدقيق الأبيض في المخبوزات والكيكات، لأن ما منوش أي فايدة وسعراته الحرارية عالية جدا وبيساعد على السمنة بسهولة. كمان لازم نزود الألياف، بمعنى إننا ناكل الأكل اللي فيه ألياف كتير، لأنها بتساعد على الإحساس بالشبع. كمان مفيدة للأمعاء والقولون. والألياف المفيدة موجودة في الشوفان وفي الشعير، وموجودة في القمح وفي الحبوب الكاملة. كمان موجودة في التفاح والمشمش والخوخ، وموجودة في الجزر، في اللفت، في البروكلي، في القرنبيط، وكتير من الفواكه والخضروات التانية. كمان لازم نقلل السكر والملح في أكلنا بقدر الإمكان. يعني خلاص احنا قلنا نشرب سوائل كتير، لكن نشربها بسكر قليل أو بدون سكر خالص يفضل. وياريت العصاير تكون فريش من غير سكر خالص. ولو استبدلنا العصاير بالفاكهة أفضل كتير عشان ناخد منها الألياف كمان. وبلاش حلويات، اكتفينا خلاص بحلويات في ال10 أيام اللي فاتوا. ياريت بقى بلاش حلويات أو نقلل حلويات بقدر الإمكان، يعني يدوب ناخد حاجات بسيطة. وكمان الملح ياريت نقلله في الأكل، عشان كتر الملح بيخلي الجسم يعبي مية، غير انه كمان بيرفع الضغط وعليه طبعا، فالمخلل نقلل منه. وكمان معروف ان الملح والسكر هما السمين الابيضين، فياريت نقلل منهم سواء تعبانين او عاوزين نخس او بصحتنا الكاملة. كمان ياريت بقى بلاش المواد الغازية خالص زي البيبسي والكولا، بجد دمار للصحة وبيساعد على زيادة الوزن لأن فيهم سعرات حرارية عالية جدا، حتى البيبسي الدايت. فالفترة بقى من الفطار للسحور نشرب مية بقدر الإمكان، وسوائل زي المشروبات الفاتحة اللون، يعني مش شاي وقهوة. وكمان لو جوعنا ممكن ناخد ثمرة فاكهة أو ناكل خضار زي طبق السلطة. ممكن كمان ناكل زبادي أو ناكل مكسرات. لو عملنا اللي احنا قلناه ده ولعبنا رياضة في الساعة اللي قبل الفطار، بإذن الله وزننا ما هيزيدش، وكمان هنخس في الفترة اللي باقية لحد العيد. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة.
أشوفكم على خير إن شاء الله في حلقة جديدة من برنامجكم صحتك في رمضان، اللي بقابلكم فيه كل يوم الساعة 1 إن شاء الله على راديو انطلاقة. كان معاكم دكتورة غادة عليوة. دمتم بخير وصحة. مع السلامة.